إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأهلا وسهلا فيكم بيوم جديد وفيديو جديد على قناتي. نورت القناة بوجودكم، وأهلا وسهلا بكل المشتركين الجدد يلي انضموا للقناة. كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله يا رب دائما تكونوا كلكم بخير. وخبروني، بلشتوا بحلويات العيد ولا لسه؟ وشو حتعملوا حلويات كمان على العيد؟ هلأ أنا أول شي عملت هيدي راس الكعك. هي راس الكعك يعني مشهورة عنا بمنطقة ريف الشام والقلمون، وكتير طيبة وكتير لذيذة. وأنا متعودة إني كل سنة بعيد الفطر إني أعمل كمية ووزعها عن روح بابا الله يرحمه. فهي العادة أنا كتير بحبها، ودائما بقول الله لا يحرمني منها يا رب. إن شاء الله الله يقدرني إني كل سنة أعمل نفس الشيء ونفس العادة. وهلأ أكيد رح أعملها معكم للطريقة وقلكم شو هي المكونات واحكي لكم بالتفاصيل يعني. فهلأ يلا خليكم مع المكونات. للمكونات عندي هون كيلين ونص من الصحين، وعندي لتر حليب. هلا اكيد رح احتاج حليب لسه. كمية الطحين بدنا نص حليب، فاكيد رح احتاج لتر وربع حليب. وعندي كيلو سكر لانه احنا ما بنحبه كتير حلو، فاذا بدكم حلا اكتر فحطوا كيلو سكر وكمان فوق شي كاسة تقريبا. هلا بدي احط 250 جرام من السمنة، وهذا قالب الزبدة عندي كمان 250 جرام. بنحط نص بنص، يعني نص سمنة ونص زبدة. وبدي ظرفين ونص خميرة، ظرفين ونص بيكنج باودر، ظرفين ونص فانيلا. وعندي ظرفين مسكة كمان هلا رح اطحنهم وحطهم بقلب العجينة. للمنكهات بدي ينسون حب وينسون مطحون وكمان محلب. اذا في شمار كمان الواحد فيه يحط. فهلا بخلط المكونات الجافة مع بعض يلي هي طحين والفانيلا بيكنج باودر الخميرة، كل المكونات الجافة بحطها مع بعض. وهلا بالمكونات السائلة رح احط الحليب خليه يغلي، وبس يغلي بطفي تحته النار. بعدين بحط عليه الزبدة والسمنة والسكر لحتى يذوبوا كلهم مع بعض. وبكون هون بهذا الوقت خالطة المكونات الجافة، وبنطر الحليب لحتى يبرد، ما يكون كتير سخن يعني، مشان نحسن انه ندعك العجينة ونعجنها. بعدين بحط الحليب فوق المكونات الجافة وبندعكها بقى. يعني هيك هي مكونات الكعك. وهلأ بدي انخل الطحين وكل المكونات الجافة، يعني الأفضل إنه ننخلهم بتطلع العجينة معنا أظرف. وهذا الصندوق البلاستيكي أو المطبقية أو هيك، هي مخصصتها بس للكعك، يعني بعجن فيها عجينة الكعك لأنه بنعمل كمية منيحة، يعني كيليين طحين فبدهم جاط كبير. فهيدي بعملها بس إني بعجن فيها كعك، وهلأ بعد ما أخبز الكعكات برجع بضبهم بهي المطبقية. فهيدي بس خصنص للكعك. هلأ بعد ما نخلت الطحين كله كمان رح احط ظروف البيكنج باودر وانخلهم. هلأ هو كل كيلو طحين بيحتاج ظرف بيكنج باودر وظرف خميرة وظرف من الفانيلا، فانتو كل ما كترتوا الطحين كل ما بتكتروا هاي الكمية. وكل كيلو كمان طحين بده معلقة من المنكهات اللي انتو بتحطوها. هلأ انا رح احط يانسون ومحلب، فكل كيلو طحين رح احط له كمان معلقة بمعلقة. وأنا بحب نكهة اليانسون زيادة فيها، فبحط معلقة يانسون مطحون وبحط معلقة يانسون حب. كمان كتير بحب قوام اليانسون الحب بقلب الكعك. وظرفين المسكة رح اطحنهم شوي كمان وحطهم فوق الخليط على طريقة ماما، لأنه قالت لي لازم احط مسكة بقلب خليط الكعك كمان بيطلع أطيب وأظرف. ولا تنسوا انه تحطوا لي لايك على الفيديو وتكتبوا لي تعليق حلو مثلكم. ويلي مو مشترك بقناتي بسرعة شو عم تستنوا؟ اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات على الكل لحتى يوصلكن اشعار بكل فيديو جديد عم نزله على القناة. وكمان لا تنسوا انه تشاركوا هالفيديو مع رفقاتكم وحبايبكم وقرايبكم لحتى تجربوا طريقة هاي الكعكة اللي كتير لذيذة. هون خليت الحليب لحتى يغلي وطفيت تحته، وهلأ رح بلش نزل كيلو السكر عليه تدريجيا، وأنا عم حرك لحتى السكر كله يدوب مع الحليب. هلأ أنا ليش إنه غليت الحليب بعدين طفيت تحته بلشت أحط المكونات؟ فينا نحطهم كلهم مع بعض وبعدين نشغل عليهم الغاز لحتى يبردوا، بس بهي الخطوة بيطول الحليب معنا كتير 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 ليبرد، خصوصيا لما يكون في سمنة
يعني بتحتاج هاي الطنجرة أقل شي 3 أو 4 ساعات لحتى تبرد. أما هيك بيكون بيبرد معي الحليب بشكل أسرع. نزّلت كيلو السكر تدريجيًا لحتى كلّه داب، وهلأ كمان رح نزّل 250 جرام زبدة، وكمان 250 جرام سمنة، وهو الحليب لساته سخن فبيدوبوا على حماوة الحليب. وبس يبرد الحليب يعني مو ضروري يبرد كتير، بس إنه بحيث إني أنا لمّا عم أعجن إني أتحمّل حرارته. فهلأ بكِت المكونات السائلة فوق المكونات الجافة وبدّي أعجنه. وهون بمرحلة العجن بصراحة بدكن هيك عضلات قوية وإيدين مشدودة لإنه بدها دعك كتير. فأنا بقول يعني إذا عندكن شي رجال بالبيت يكون متواجد الأفضل إنكم تنادوا له وهو يعجنكن إياها للعجينة. وهلأ أنا عم أقول إني عاملة كمية كبيرة كيلين ونص طحين مع إنه هنن كتير قلال، يعني أنا بتذكر لمّا أيام سوريا لمّا كانوا أهلي يعملوا يمكن أقل شي إذا ما بدّن يكتروا إنه يعملوا 5 كيلو طحين. فالحمد لله يعني هون نحن ما في حدا يعني ما مين بده ياكل هاد الأكل كلّه، إنه الزمان اتغيّر كان أيام زمان غير. هاد قوام العجينة بعد ما خلصت عجين، هلأ رح سكّر عليها كتير منيح وغطّيها بحران كمان اكمرها وخلّيها لحتى تتخمّر، يعني بدها من الساعتين ل3 ساعات لحتى تتخمّر وتطلع العجينة، بعدين ببلّش تشكيل فيها. وللصراحة هون كنت أنا عم أعمل كعك أنا وجيراني، يعني هنّن عاملين عجينة وأنا كمان عملت عجينة وعملناهن سوا وخبزناهن سوا، فكانت الكمية كتير كبيرة هلأ بيبين معكم بالفيديو ما شاء الله يعني كانوا كلّن تقريبًا 7 8 كيلو تقريبًا 8 كيلو طحين تبعاتي وتبعاتهم مع بعض. وهاد الكعك فيكن تخلّوه سادة، وإذا بتحبّوا فيكن تحشوه بالتمر، وأنا حابة إني أحشي شوي بالتمر، فهلأ عندي تمر مطحون يلّي هي العجوة بيقولوا لها، وكمان فرمت شوية جوز، وبدّي معلقة سمنة، وباحب إني نكّه التمر المطحون بالهيل، فكمان رح حط رشة هيل، وادعكها العجينة كلّها مع السمنة والهيل، وحط الجوز كمان وادعكن، وبعدين بدّي كوّرهم كُرات يعني بحجم القرص يلّي بدّي أعمله. وما شاء الله على الكترة يعني ما أخد تشكيل القراص عجنُن وتشكيلُن شي، بس بصراحة طوّلنا شوي بالشوي لإنه كانت الكمية كتيرة، مع إنه كنّا مشغلين فرنين يعني وعم نشتغل على الفرنين، بس ما شاء الله يعني الله يبارك بالكترة وصلنا زمان كتير ما عشنا هي الأجواء إنه نكون كتار ومتجمعين كلنا مع بعض لحتى نعمل حلويات العيد. عن جد هاد الإحساس يعني هيدي الشعور باحسّه أول مرّة بألمانيا لإنه كل سنة باعمل أنا بكون لحالي. وأنا ما صوّرت لكم كيف عم نطبّع القراص، لإنه بصراحة أنا ما طبّعت أبدًا، أنا كنت عم أشتغل على الفرن، وكمان كنت عم أحشي القراص يلّي بدي أحط بقلبن تمر، وهدول هنّن القراص هيك شكلٌ بعد ما نطبّعن على القوالب، وكمان عملنا 3 أشكال يعني 3 رسمات مختلفين، وبعد القراص كمان حطينا عليهن سمسم وحبّة البركة، مو كلّن لإنه مو الكل بيحب القراص بالسمسم وحبّة البركة، فالبعض منّن. هون جِبت قسمة من العجينة لحدّي، وكمان جهّزت الميزان منشان أعمل كل الحبّات بنفس الحجم، يعني يطلعوا نفس الحجم ونفس الحشوة ما يطلع فيهم اختلاف أبدًا، كنت عم أعمل القطعة 60 جرام، إيه قرص المعمول مع التمر عملته 60 جرام، فهيك زينُن على الميزان بعدين سكّر القرص وأعمله على شكل دائرة، وحطّهم على جنب ليرتاح لبين ما ييجي دورُن بالتطبيع. ضليت أعمل هي الأقراص لحتى خلصوا كل التمرات عندي، بعد ما خلصوا التمرات فصرت كوّر العجينة هدول رح أعملهم سادة يعني منن محشيين، فصار عندي نوعين، نوع سادة ونوع محشي تمر، والأقراص اللي مو محشية كمان عملتها أكبر فكان حجم القطعة 70 جرام. وهلأ إن شاء الله بس وزّع الكعك فكمان باحط قسم محشي وقسم مو محشي والله يتقبّل منّي يا رب، والله يرحم أبي ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، آمين يا رب. وهاد كان شكل المطبخ بهالعومة كلّها، كلّه مليان صواني، صواني، شي مخبوز وشي يلّي لسّه بدّه خبز وشي يلّي طلع من الفرن وعم نبرده، فكمان هون على تبريد الكعك حطيت شقفة قماش على الطاولة وصاروا الكعك بس يطلع من الفرن شيلن وحطّن عليها منخليهم لحتى يبردوا تمامًا، بعدين بنحطّن بالشي اللي بدنا نخزّن فيه يعني بالأكياس أو بجاطات أو شي ما بعرف انتو حسب كيف بدكن تخزنوهم، بس أهم شي إنه نخلّيه يبرد تمامًا. وهون بعد ما نطلّع الصواني من الفرن هلأ مو كل الكعك هيك عملناه بس بعض منّن يعني،
فنجيب شوية سمنة وندهن وش القرص بالسمنة. أنا بصراحة باحس إنه هاي الخطوة ما إلها داعي يعني لإنه هي العجينة فيها سمنة وفيها زبدة بشكل كافي يعني مدعومة ومو مقصّر فيها أبدًا، باحس إنه ما في داعي، بس هنّن هيك كانوا حابين إنه يدهنوا وشّهم بالسمنة. أنا تبعاتي ما دهنتُن بالسمنة، بس كمان فكرة حلوة يعني إذا كانت مثلًا السمنة اللي حاطّينها بقلب العجينة مو كتير طيبة أو كميتها مو كتيرة، فهيك نعطي طعمة طيبة لوش القرص يعني. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله يا رب يكون عجبكم وتكون هيك ريحة الكعك وريحة روايح العيد وصلت لعندكم، ولا تنسوا إذا عجبكم الفيديو إنه تحطوا لي لايك عليه، واللي مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة، وإنه تكتبوا لي تعليق حلو مثلكم، الله يجبر خاطركم يا رب. وانطروني بفيديوهات جديدة ووصفات جديدة وحلويات جديدة. بحبكن كتير وهلأ بدي أقول لكم سلام.